الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ نصف نهائي كأس العالم للأندية، الهلال وفلامينجو، ليلة المعركة وليلة الحسم. الهلال اللي بيسعى جاهدا للوصول إلى النهائي ويكون أول فريق سعودي وصل لنهائي كأس العالم للأندية. ودلوقتي هتكلم معاك عن آخر أخبار نادي الهلال، وكمان هتكلم معاك عن التشكيلة الأنسب لفريق الهلال أمام فلامينجو البرازيل. وتعالى نتكلم مع بعض عن الأخبار نادي الهلال. أول خبر معايا يا شباب وهو بعثة الهلال تغادر إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة فلامينجو البرازيلي في كأس العالم للأندية. الحمد لله البعثة وصلت بالسلام. تاني خبر يا شباب، فلامينجو يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية. يستعدوا براحتهم، وإن شاء الله كمان إحنا مستعدين لهم أحسن استعداد بإذن الله. ثالث خبر يا شباب، أوديون إيجالو سنبذل قصارى جهدنا للفوز على فلامينجو في كأس العالم للأندية والوصول إلى النهائي. إن شاء الله يا عم أوديون إيجالو، يعني تكونوا مركزين في المباراة وتفوزوا بيها وتوصلوا للنهائي إن شاء الله. رابع خبر يا شباب، مدرب فلامينجو: أعرف الكثير عن الكرة السعودية والهلال منافس قوي. خامس خبر يا شباب، كويلار: يجب التركيز أمام فلامينجو وسنحاول الوصول إلى نهائي المونديال الأندية. إن شاء الله بإذن الله كويلار، يعني تكونوا مستعدين كويس وتفوزوا بالمباراة وتفرحونا إن شاء الله وتوصلوا للنهائي وتفوزوا كمان بالنهائي بإذن الله. سادس خبر يا شباب، مدرب فلامينجو: أعرف الكثير عن الهلال جيدا وهدفنا الوصول إلى النهائي وحصد اللقب. إن شاء الله ده ما يحصلش. تعرف الهلال لكن إن أنت توصل النهائي على حسابنا ده مستحيل إن شاء الله بإذن الله. سابع خبر يا شباب، رامون دياز: لدينا الإمكانيات لقلب الموازين وفلامينجو لديه إمكانيات هجومية كبيرة، لذلك يجب علينا أن نركز وألا نرتكب الأخطاء الدفاعية. يعني أديك عارف يا عم رامون دياز إن أنت عندك أخطاء، وإحنا عارفين في مباريات الدوري اللي فاتت كانت آخر 20 دقيقة وآخر تلت ساعة عامة كان بيبقى عندك أخطاء كارثية في الدفاع، وإن شاء الله بإذن الله تحاول تعالجها علشان نكون ثابتين قدام فلامينجو البرازيلي ونوصل للنهائي بإذن الله. تامن خبر يا شباب معايا، الهلال يسعى لتجهيز البروفي أندريا كاريو للمشاركة مع الفريق في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2022. إن شاء الله بإذن الله أندريا كاريو يكون جاهز بإذن الله مع الهلال في دوري أبطال آسيا إن شاء الله. مفيش شك لعيب مهم، لعيب محور في وسط الملعب. إن شاء الله بإذن الله يرجع أحسن من الأول أندريا كاريو. ودلوقتي يا شباب خلينا نتكلم عن التشكيلة الأنسب للمباراة. بس قبل ما اتكلم عن التشكيله يا ريت تدعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناه انا بدعوك للاشتراك فيها. طيب تعالى بقى نتكلم عن التشكيله الانسب للمباراه. طبعا زي ما احنا عارفين يا شباب، يعني رامون دياز عنده غيابات كتيره، عنده اندريا كاريو، عنده كمان محمد كانو اللي اتطرد في المباراه اللي فاتت، فالراجل مش عارف يعمل ايه ويحط مين في وسط الملعب. فدلوقتي انا هحط التشكيله على بناء على اللعيبه اللي هي مصابه او محمد كانو اللي هو غايب بسبب الطرد اللي هو موقوف بسببه. طيب تعالى بقى نتكلم عن التشكيله الانسب. وطبعا زي ما احنا عارفين ان رامون دياز بيبدا بطريقه لعب وهي 4-3-3. هيكون عندنا في حراسه المرمى هيكون عبد الله المعيوف، وقدامه 4 هيكون جان هيوسو وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وناصر الدوسري. والثلاثه اللي هيكونوا في وسط الملعب هيكون كويلار، مصعب لجوير، سالم الدوسري. وفي الهجوم هيكون موسى ماريجا جناح يمين، وهيكون ميشائيل دلجادو جناح شمال، وهيكون في الهجوم النسر النيجيري اوديون اوجول. دي التشكيله الانسب في ظل وجود غياب بعض اللعيبه في وسط الملعب. وان شاء الله باذن الله بتمنى للهلال ان هو يفوز بهذه المباراه ويوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله. وفي النهايه يا شباب ما يسعنيش غير ان انا اشكر حضراتكم. سلام.